لو حاسس انك زهقان من الزحمة والدوشة والعربيات والناس اللي بتجري ورا بعضها، يبقى المكان ده عشانك. المكان ده اسمه دهشور توداي. مكان فلاحي هادي جميل جدا، كل حاجة فيه بدائية وبترجعك للطبيعة. انت هتاخد بعضك من الساعة 9 الصبح وتطلع على دهشور، يستقبلوك، يدوك الشاي الجميل بالنعناع، توت، ذرة، على حسب بقى الموسم. تروح الفرن تخبز عيشك بنفسك، تعمل قهوة تركي على الفحم كده وتروق دماغك، وتشرب القهوة بتاعتك عشان تبدأ تاخد جولة في الأرض أو في الغيط أو في المزرعة. كل حاجة هناك انت هتلاقيها. طبعا على حسب انت رايح في الصيف فهتلاقي فواكه كتير جدا، ولا على حسب انت رايح في الشتاء فهتلاقي الخضار اكتر. بس صدقني صيف او شتاء، انت طول ما انت ماشي انت بتاكل من الارض. فول حراتي، بطاطس، بتنجان، فلفل، غير بقى كل انواع الفاكهة على حسب الموسم، بلح، مانجا، مستفندي، موز. المكان هادي جدا، صوت العصافير جاي من كل مكان، راحة نفسية انت مش متخيلها. هتشوف كمان المنحل اللي عندهم، هتشوف النحل والعسل. اركب حمار بقى وتفسح، وتيجي فقرة الغدا. في الغدا انت هتاكل كل الاكل الفلاحي اللي نفسك فيه، تشرب بقى ليمون بالنعناع بعد ما تضرب المحشي والفراخ والفطير المشلتت، تشرب مانجا، كل حاجة بدائية. بتغسل ايدك في الطرمبة، يجيبوا لك بعدها فقرة الشاي بالنعناع. وفي مشروب سحري كده تاني عندهم، عبارة عن قشر الليمون بيتحط مع شوية أعشاب، حاجة بتهدي لك أعصابك، هتنام بعدها. تيجي الست اللطيفة الظريفة دي تعمل لك الكور دي كور طاقة. وبعد كده مشغولات يدوية بتتعمل قدامك. عايز اقول لكم ادوني منها هدايا كتير وانا ماشي واشتريت منهم. يوم حلو جدا، لازم تجرب تروح هناك وتفصل.